مساء الخير. النهارده يعني بنبتدي كده نتكلم شويه عن هاندبول، وبما ان منتخب مصر يبتدي مشاركته في كاس العالم يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 9:30 بمواجهه كرواتيا، اللي هو تقريبا اصعب ماتش في المجموعه وهيحدد كتير قوي هتصعد بكام نقطه الدور التاني. اولا طبعا منتخب مصر دي المشاركه الناس بتعلق عليها امال كبيره جدا بسبب طبعا المنتخب نفسه رفع سقف التوقعات بنسبه كبيره جدا في الاولمبيات الاخيره بعد حصوله على المركز الرابع. فخلاص الناس دلوقتي متوقعه من المنتخب حاجات كبيره جدا، الناس مركزه معاه. آه، خلاص رفعنا البار عالي جدا. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان الناس عايزه سيمي فاينل زي الاولمبياد، بس طبعا ده مش حاجه سهله خالص وهيطلب مجهود كبير من المنتخب. يعني نتكلم كده شويه عن الغيابات. طبعا للاسف شديد بنفتقد لعنصر هام جدا في منتخب مصر في كاس العالم ده، الا وهو يحيى خالد. طبعا يحيى خالد توب 3 من يعني في وجهه نظري ووجهه نظر كتير قوي، يعني توب 3 باك رايتس في العالم دلوقتي، مع دي كمان برشلونه ومنتخب فرنسا وماتياس جيتزل فوكس بيرلين ومنتخب الدنمارك. للاسف الشديد هنفتقد وجوده يعني، وان شاء الله يرجع بالسلامه وجيت ويل سون يا. هنتكلم بقى في الحته دي اللي هو مين الباكات رايت اللي بنعوض. طبعا مع اعتزال احمد الاحمر اللي هو اسطوره كره اليد المصريه، من اعظم لعيبه تقريبا جت في تاريخ مصر في الحته دي، لم يكن تاريخ مصر عامه يعني. انجازات حدث ولا حرج، مفيش حد يقدر يتكلم عليها خالص، بس هو اختار ان هو خلاص يسيب مجال لناس اصغر شويه. طبعا وقع الاختيار على مهاب سعيد، موهبه ناشئه مبشر جدا بصراحه. يعني انا اتفرجت عليه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر في الدوري الوديه الاخيره في ماتش تشيك وماتش فرنسا. لا الراجل تقيل، الراجل عنده كتير قوي كمان، وبعدين بيتميز اللي هو تصوير من الخارج موجود شغال عنده جدا، جامد جدا. و اختراقات، بيلعب مع الدايره كويس قوي، في دويتو هايل عظيم يعني. حتى اتفرجنا عليه في كاس العالم للانديه مع احمد عادل، دويتو فان جدا، فان تو واتش. حتى اللي هو الناس دي بيتدربوا على حاجه وبيعملوها في الملعب، فواضح وصريح. طبعا البديل الاحتياطي الثاني هو محسن رمضان بيزك باك رايت، اللي هو بياخد الكوره يشوط من اي حته. ايده عنده قوه رهيبه في ايده، وعنده قوه رهيبه في تغيير معصم الايد كمان، ريست ايده بيشتغل كويس قوي. مختلفين تماما عن بعض، وده هيساعدنا كتير يعني. وفي الحته دي برضو بيلعب في سيف الدرع لما احترف كمان في ليموك الفرنسي اختلف. واضح ان هو بيعرف يلعب في الحته دي، عشان كده برضه حتى في ماتش التشيك وفي ماتش فرنسا كان بيديله شويه، اللي هو بيديله رباعيه تلتايه خمسايه، فاللي هو كان بيديله شويه في الحته دي. طبعا مع دوره في الهاف اللي هو مركزه الاساسي يعني. بس انت عندك في الهاف انت عندك اوريدي عناصر قويه جدا. طبعا يحيى الدرع طبعا لما حتى مستواه عالي جدا، وطريقه لعبه اختلفت تماما لما طلع فيسبريم. بيلعب مع الدايره كتير، بيختار اوقات يشوط امتى، يباصي امتى، يهدي الملعب امتى. مستوى عالي جدا بصراحه وفرق كبير قوي. هو كان مستواه طبعا اكتر من رائع مع الزمالك، بس اللي هو لما راح فيسبريم لا يعني راح في حته تانيه خالص يعني. وده اهميه الاحتراف اصلا، ده اهميه الاحتراف بصراحه يعني. طبعا مع احمد هشام دودو اللي انا بصراحه بتوقع في السنتين او ثلاثه الجايين يعني كيل او برشلونه. انا بتوقع كده، ده في وجهه نظري يعني. عنده كل حاجه، حرفيا عنده كل حاجه. تصوير من الخارج شغال، مهارات شغال، قوه بدنيه رهيبه شغال. حتى يعني رجع بعد الاصابه الاخيره دي كان بصراحه واو يعني. الاصابه طبعا عطلته شويه، بس في نفس الوقت لا قوته كتير يعني. مين تاني؟ احمد خيري ده يعني 1 تو 1 فظيع، هايل بصراحه يعني. بيلعب واحد على واحد يعني حلو قوي، بيلعب مع الدايره حلو قوي. والدويتو برده كان عظيم جدا زي مهاب سعيد واحمد عادل. هو واحمد عادل في كاس العالم للانديه كان خطير بصراحه. واضح ان الفتره الاحترافيه اللي هو قضاها في دينامو بوخارست فرقت معاه كتير يعني فرقت معاه كتير. وحتى هو كان بعيد شويه عن المنتخب الفتره الاخيره، بس لا يعني واضح ان هو اشتغل وتقل يعني.
حتى ماتش فرنسا، يعني ماتش فرنسا هو اللي خلانا في الجيم، ماتش فرنسا الاخير اللي هو الماتش الودي هو خلانا في الجيم جدا كمان. ماتش يعني لو احنا كنا بعدنا شويه والفرق وصل ل4 تقريبا، لا يعني هو رجعنا واشتغل مع احمد عادل على الدايره هايل قوي، اختراقات عظيمه بصراحه. برافو شابوه احمد خيري بصراحه هايل. طبعا بقى احنا الحته بقى الباك ليفت، احنا ما شاء الله يعني عندنا الفرقه كلها بتلعب باك ليفت اصلا. يعني عندك حسن قداح، علي زين، يحيى الدرع، دودو، كلهم بيلعبوا باكات ليفت اصلا، وبيلعبوا هنا وبيلعبوا هنا. فاحنا يعني احنا طبعا حظنا كان سيء جدا ان احنا الاصابه الوحيده اللي جات لنا كانت موجوده في المركز اللي احنا عندنا نقص فيه شويه، الا وهو الباك رايت يعني. لكن الناحيه الثانيه ما شاء الله يعني كل اللي انا قلت ذكرت اساميهم دول يعني ناس. يحيى الدرع خلاص، سوري، حسن قداح خلاص يعني اخر موسم مع نادي الزمالك، وخلاص طالع على كيلسي مع تالانت دوتشبايف والكس دوتشبايف والشله بتاع دوتشبايف دي، العيله كلها اللي ماسكه النادي هناك. اعتقد يعني في غضون برضه سنه سنتين هيبقى في حته كويسه قوي برضه لو فضل على نفس الريتم بتاعه ده يعني. علي زين طبعا انجازات حدث ولا حرج يعني، خد كل حاجه في الدنيا، تشامبيونز ليج خدها، دوري اسباني خدها، يعني ما شاء الله يعني. علي زين راجل لعيب محترم جدا وانجازات محترمه جدا بصراحه يعني، واخلاقيا وكل حاجه يعني. نروح بقى ايه يعني الوينج رايت اللي هو كابتن سند وكابتن اكرم يسري. سند يعني مقفل اللعبه ما شاء الله مع نيم، يعني 800 بلس حاجه جولز هو مسجلهم مع نيم، هداف الفرقه الثلاث 4 سنين اللي فاتوا دول. احسن وينج رايت بقاله موسمين في الدوري الفرنسي اصلا. فانت عندك ما شاء الله بيلعب ماتش كله ما شاء الله، يعني ما فيش اي تدوينه ولا اي حاجه. فيعني ما عندناش اي مشكله خالص في الحته دي. اكرم يسري بديل ناجح جدا، بينزل يأدي الدور اللي عليه، متألق جدا مع الزمالك. هو تقريبا احسن وينج رايت، هو مش تقريبا، هو احسن وينج رايت في الدوري المصري باي فار، مفيش حد قريب منه اصلا. الناحيه الثانيه عندنا الوينجات. في طبعا بكار طبعا وينج ليفت تقيل جدا، احتراف كان موجود، دلوقتي موجود في الزمالك، لعب في الاهلي فتره طويله، كان طالع من الجزيره اوريدي، فاللي هو برضه زي يحيى خالد. فبرضه انت ما عندكش مشكله. والبديل بتاعه مؤمن صفا اللي هو برضه يعني هيسد خالص الخانه دي. نتكلم بقى عن طريقه لعب منتخب مصر شويه، لان طريقه لعب منتخب مصر الفتره الاخيره اختلفت شويه كتير يعني، عشان طبعا الطريقه الاسبانيه مع باروندو، فاللي هو مينلي اللعب بيبقى متركز اللي هو تصوير من الخارج، اختراقات، عشان انت عندك 1 تو 1 لعيبه كتير قوي بتخترق زي دودو، يحيى عمر قبل الاصابه، يحيى الدرع بيخترق، علي زين بيخترق وبيروح كل حاجه. وطبعا قوته كمان ان كل دول بيشوطوا من بره، يعني لو اتزنقت اللي هو هيعملوا تكتيك ويشوط من بره عادي يخلص جدا. وفي حسن قداح طبعا يعني ما شاء الله يعني في كاس العالم الاخير ده للانديه كان مع الخليج مكسر الدنيا، فكان بيلعب لوحده اوقات يعني. ما افتكر له ماتش ماجدبورج الالماني اللي كان جايب 12 جون، ما حدش كان عارف يوقفه يعني. فانت برضو ده تقيله جديده برضو منتخب مصر، مع الاعتماد طبعا على اللعب على الدايره، اللي هو انت بقيت خلاص اللي هو بتتزنق، ممدوح هاشم واحمد عادل موجودين، وشادي خليل برضو لعيب محترم جدا. مستنيين ايه منتخب مصر؟ مستنيين اكيد تاهل الدور الثاني وتاهل دور الثمانيه ده اكيد، ونتمنى ان احنا نبعد المنتخب الدنمارك بقى بدور الثمانيه. اعتقد احنا هنبعد عنه عشان احنا رايحين على مجموعه فيها بلجيكا وتونس والدنمارك، فاعتقد دي هتساعدنا كتير يعني ان احنا نبعد عن منتخب الدنمارك في الادوار الاقصائيه اللي هي النوك اوتس. فانت يعني اعتقد ان احنا ان شاء الله بنتكلم ان احنا داخلين دور 8، وباذن الله نشوف منتخب مصر الفتره الجايه في ان شاء الله يعني في سيمي فاينل. وهم في كمان منتخب رفع البار عالي قوي، المنتخب نفسه البار عالي قوي يعني، اللي هو التوقعات من الشعب المصري لمنتخب مصر حاليا كبيره يعني. اللي هو الناس كانت متضايقه جدا ان احنا خسرنا من فرنسا فرق 1 في فرنسا في وسط حضور جماهيري ضخم جدا، والناس كانت متضايقه اللي هو ازاي نخسر من فرنسا يا جماعه، كمان ده فرنسا يعني ابطال عالم 4-5 مرات، اولمبياد الاخيره. فيعني هم رفعنا البار، هو المنتخب نفسه رفع البار جامد يعني. فاللي هو يعني ان شاء الله يعني
احنا متوقعين ان شاء الله نوصل لحته كويسه قوي مع المنتخب محترم، والعيال المحترمه دي كلها، وحراس المرمى كريم هنداوي، حماد محمد علي، كل واثقين كامل الثقه فيهم، والثلاثه ناس محترمه، ناس مجتهده ومحققين كتير، وان شاء الله ان شاء الله نشوف منتخب مصر سيمي فاينل الفتره الجايه، وهنتكلم تاني. شكرا جدا، كان معاكم احمد عبد العزيز زيزو، ونتكلم في حلقه تانيه في الهاندبول ان شاء الله. السلام عليكم.